ومهما عدى من وقت ومهما مر الزمن هنفضل دايما نسأل السؤال الأزلي: ليه دايما الراجل بيقع في حب البنت اللي بتبعد عنه، ودايما ما يلتفتش أساسا للبنت اللي بتكون قريبة ومتاحة كل الوقت؟ كتير من البنات سألوا السؤال ده ومحدش عارف يوصل لإجابة. أنا في الفيديو ده هحاول أوصل لكم شوية الفكرة، وأوصل لكم ليه الراجل دايما بيجري ورا البنت اللي بتجري منه، ودايما بيجري من البنت اللي بتجري وراه. تعالوا مثلا نقول مثل بسيط كده يوضح لنا المسألة أكتر. عمركم كنتوا معجبين ببنت مثلا كده تكون هي الواضحة قوي في المدرسة وكل الأنظار عليها، أو معجبين بواحدة من بتوع السوشيال ميديا، بنات البلوجرز والكلام ده، بتبصوا لهم على إنهم حاجة كبيرة جدا جدا، وده لسبب وحيد: إن هما بعيد عنكم قوي وانتوا في دايما مسافة بينكم وبين بعض. عمركم ما هتعرفوا تقربوا المسافة دي وتبقوا جنبهم، عشان كده بتبصوا لهم على انهم حاجة كبيرة جدا وشايفينهم نجمة في السماء. لكن لو حصل في وقت من الاوقات والمسافة دي قربت شوية وقربتوا من البنات دي وابتديتوا تتعاملوا معاها، احتمال كبير جدا ما تبقوش اصلا تبصوا في وشهم. والله الاعجاب الفظيع والانبهار ده كله بيروح في ثانية واحدة اول ما واحدة منهم بتفتح بقها. او هنا بالظبط نفس الفكرة اللي انا عايزة اوصلها لكم. الراجل دايما باصص للبنت على انها نجمة بعيدة قوي في السماء، طول ما هي فعلا كده في دايما مسافة وفجوة كده مش عارف ابدا يملاها في الواقع ان هو يقرب منها، فبيملى ده بخياله. دايما يتخيل شخصية البنت دي عاملة ازاي، ويتخيل نفسه معاها والاوقات السعيدة اللي هيقضوها مع بعض اول ما البنت دي تكون معاه. خياله بيصور له البنت دي حاجة بعيدة جدا عنه، وان هي مش ممكن يوصل لها الا بصعوبة شديدة جدا، وده اللي بيخليه طول الوقت بيحاول يجري عشان يقرب من النجمة البعيدة دي. على عكس تماما لما البنت تكون متاحة وحواليه كده، بيحسش بأي انبهار، ما بيحسش ان هو الصياد ده اللي بيجري ورا الفريسة بتاعته وعاوز يصطادها بأي شكل من الاشكال. لا، اللعبة دي ما بتبقاش خلاص لعبته، بيزهد قوي في البنت اللي قريبة منه، ودايما بيحاول يجري ويدور على البنت البعيدة واللي حاطة نفسها في بابل كده وطايرة فوق السحاب. مفهوم الحب نفسه عند الرجالة مرتبط دايما بالخيال، حاجة بيتخيلها كده، بيتخيل الشخصية وبيتخيل الطباع، بيتخيل الأوقات الجميلة اللي هتقضوها مع بعض، دايما عايش في الخيال. وده قلنا ليه؟ لأن في فجوة كبيرة جدا مش عارف يملاها في الواقع، فبيملاها بالخيال ده. إحساس الحب كله عبارة عن خيال، خيال الراجل ومحاولته ان هو يوصل للبنت، وخيال البنت واحساسها لما الراجل ده بيحاول يجري وراها عشان عاوز يوصل لها. بغض النظر بقى عن الشخصية اللي هو بيجري وراها دي ومتخيلها في عقله، هل دي فعلا شخصية البنت اللي بيطاردها او لا، مش ده المهم خالص دلوقتي. في مغني مشهور جدا امريكي قال جملة عظيمة انا شايفاها اللي هي رائعة يعني. المغني ده كان اسمه سيرج جينسبورغ. كان بيقول ايه؟ We love the woman for the thing she is not and we leave her for the thing she is. يعني احنا بنحب الشخصية اللي احنا بنتخيلها في الست، لكن اول ما بنعرف الطباع الحقيقية بتاعتها بنبعد عنها ونسيبها. هي كده لعبة كر وفر، واللي عنده بقى طولة بال وعنده صحة يمشي في اللعبة دي ويكملها للآخر. وعشان كده بنقول ان تواجد البنت على طول في محيط الراجل كده ودايما محسساه بوجودها وبقربها وان هي كده رهن اشاره منه، ده بيقتل عنده الخيال، ما بتخلوش عارف يتصور العلاقه كده ويعيش بقى في الخيال ويحلق فيه كده. هي مش مدياله الفرصه دي لانها على طول موجوده، لكن ده بيتخلق عنده ويزيد قوي الخيال ده لما تكون هي مش موجوده وبعيده عنه، فهو بيحاول يملى الفراغ ده بخياله، وبيوصل بخياله ده لآفاق بعيدة جدا جدا، وده بيديله كده إحساس من المتعة والنشوة كبير جدا. يبقى الموضوع أول عن آخر بالنسبة للراجل هو تخيل العلاقة وتخيل البنت دي بيبقى عامل إزاي نتيجة لبعدها وعدم وجودها قدامه طول الوقت. طيب تعالوا نشوف الخيال بيعمل إيه كمان في عقل الراجل بالنسبة للبنت اللي قدامه. أول حاجة هي التضخيم. الخيال بتاع الراجل ده بيضخم في الصفات الجيدة اللي موجودة في البنت. طبعا اكيد هي فيها صفات جيدة لكن في الحد المعقول يعني. هو بقى بخياله ده وعدم وجودها قدامه بيضخم كتير قوي في الصفات دي ويخليها كده زي ما قلت عاملة زي النجمة اللي طايرة منه في السماء. بتخليه يرسم جزء ايجابي جدا جدا لشخصيتك في خياله وفي عينيه. وعشان كده البنت لما بتاخد خطوة وبتبعد نفسها لورا شوية
عن الشخص ده، بيبتدي بقى خياله يشتغل، وده بيدي الفرصة لعقله انه يملى الفراغ ده بالتخيل، ويصور له البنت دي بصورة افضل كتير جدا من الصورة الحقيقية اللي هي بالفعل عليها، ويضخم كتير قوي صفاتها الجميلة اللي هي فعلا بتبقى صفات جميلة بس على قدها، مش بالصورة اللي هو بيصورها لنفسه دي. لا ومش كده بس، ده احيانا كمان العقل بيخترع صفات مش موجودة اصلا في البنت دي، مش موجودة في الحقيقة، لكن هو عقله علشان حابب ان هو يمشي في القصة دي بيصور له الصفات دي على انها موجودة فعلا. طيب تيجي بنت وتسألني هو ده شيء كويس يعني ولا شيء غلط؟ كون ان الراجل يتصور ان في صفات موجودة في البنت هي في الاساس مش موجودة، وانه يقع في حبها عشان الصفات دي وهي اصلا مش موجودة. الحقيقة ده غلط او لا مش مشكلة، الواقع بيقول ان ده لازم يحصل واكيد بيحصل في المراحل الاولى من علاقة الحب والارتباط، وبعد شوية الشخص ده شوية بشوية يبتدي يتقرب اكتر من البنت دي ويعرف الصفات الحقيقية بتاعتها، وساعتها بقى بيبقى قدامه طريق من الاتنين، يا اما يحبها اكتر واكتر بعد ما يقرب منها ويعرفها عن حقيقتها وده شيء جميل، يا اما بيهرب منها وبيبعد وده شيء مش كويس، لكن في النهاية هو خلاص خد الطريق اللي هو اختاره، وسواء استنى او مشي فالاتنين كويسين بالنسبة للبنت دي، كل حاجة منهم اديتها خبرة معينة. تاني حاجة بيعملها الخيال بالنسبة للراجل هو إحساس الحنين، بيحس بالحنين والرغبة إن هو يشوف البنت اللي مش قريبة منه دي واللي بعيدة عنه، إحساس جواه كده بيقعد ياكل فيه ومضايقه جدا، نفسه بأي شكل يقرب من البنت دي، وأكيد لو هي كانت متواجدة على طول عمره ما هيحس بالإحساس ده. الإحساس ده بيتولد عنده من غيابها وعدم وجودها في المحيط بتاعه لوقت كبير من الزمن. دور الخيال هنا إنه بيعزز إحساس الراجل بإنه مفتقد شيء معين وفي حاجة ناقصاه، ويبدأ عقله بقى يسترجع الذكريات السعيدة اللي كانت بتضمه هو والبنت اللي هو بيفكر فيها دي، والأحاسيس الجميلة اللي بتتولد عنده لما تكون بقربه، ويقعد يفتكر الوقت اللي قضوه مع بعض، سواء بقى كانوا بيعملوا شوبينج مع بعض أو بيروحوا ياكلوا في مكان أو حتى بيقعدوا يشربوا أي حاجة في أي مكان ويتبادلوا أطراف الحديث كده وبس. كل ده بالنسبة له بيبقى وقت لطيف هو قضاه وأحاسيس جميلة هو حس بيها، بيبتدي خياله يسترجع الأحاسيس دي ويزود عنده إحساس إنه بيفتقد البنت دي، وطبعا ده بيخليه هيموت عليها وهيموت علشان يشوفها في الوقت ده، وهيموت علشان يسترجع تاني ولو ثانية واحدة من الأحاسيس اللي هو كان حاسس بيها آخر مرة شاف فيها البنت دي، واللي هي بالمناسبة لازم تكون من فترة طويلة. وهنرجع تاني ونقول إن كل الأحاسيس دي ما كانتش أبدا هتتولد جوه الراجل ده لو كانت البنت موجودة قصاده وحواليه كده بقى ومرطرطة في كل وقت. الإحساس ده بيتولد لما تكون البنت بعيدة عنه بمسافة ومش قريبة ومش تحت إيده، لكن لو هي موجودة على طول إيه هو الخيال اللي هيشتغل معاه؟ ما هي على طول موجودة معاه، مفيش أي فرصة إن خياله يشتغل، وبالتالي بعد فترة بيزهد فيها. لكن لو هي بعيدة خياله ده على طول شغال وعلى طول مشغول بيها وبيفكر بتعمل إيه، بتكلم مين، هي فين دلوقتي، مع مين، يا ترى بتكلم حد غيري، يا ترى هي دلوقتي بتضحك مع حد غيري، وهكذا بقى. ويبتدي الجنان يشتغل وتبتدي الغيرة الجميلة عليها، ودي حاجة كويسة مش حاجة وحشة. وكل ده هتفتقده البنت لو كانت قريبة طول الوقت وتحت ايده، تعالي تيجي روحي تروح، خلاص الإحساس ده بينقضي تماما. والنقطة التانية هتدخلنا مباشرة للنقطة التالتة اللي هو إحساس التحدي. البنت اللي بعيدة دي وطول الوقت مش متواجدة قدامه دي بتخلق جوه الراجل إحساس بالتحدي شديد جدا. لا هو انت ايه، انت هتلعبي عليا ولا ايه، انت فاكرة ان انت ممكن تفلتي مني، لا 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 ده انا هجيبك يعني هجيبك. ويبتدي بقى يتحدى نفسه انه هيوصل للبنت دي بأي شكل من الأشكال. ونرجع برضو نقول لو هي موجودة قدامه طول الوقت عمر إحساس التحدي والمنافسة اللي داخلها مع طواحين الهوا عشان يفوز بيها دي ما هتكون موجودة أصلا. إحساس إن البنت بتوحشه دي مش هيبقى موجود لا في خياله ولا في عقله، لأنك متواجدة طول الوقت حواليه. لكن لو خدتي خطوة لورا وبعدتي هتلاقي ده ولد جواه إحساس المطاردة والمنافسة، ويحس كده إن أنت جايزة، عاوز يجري بسرعة يفوز بيها قبل ما حد تاني يفوز بيها وياخدها. إحساس التحدي وإن هو دايما في منافسة ده بيخلي خياله دايما شغال وبيعمل خطط وبيعمل حاجات علشان يلفت بس نظر البنت اللي مش قريبة منه دي. شفتي قد ايه ان البعد شوية كده حلوين ممكن يخليكي اغلى واعلى في نظر الراجل، لكن التواجد بتاعك حواليه طول الوقت
بيعمل نتيجة عكسية. والله على عكس بقى ما انت كنت متصورة. لا انا هبقى قدامه على طول عشان ياخد عليا كده، وعشان دايما يبقى متصورني في حياته. شفتي بقى ان ده طلع تفكيره غلط، وان انت لما تبعدي احلى واحلى بكتير جدا. يبقى من هنا ورايح يا بنات مارسوا حيلة البعد عشان يعرف قيمتك. وكمان المثل عندنا بيقول ايه؟ ابعد حبة تزيد محبة. طلع مثل صح 100%. ابعدوا حبة هتزيدوا محبة، واتنين وتلاتة وعشرة. واتمنى ان انا اكون فدتكم، واي حاجة قلتها النهاردة ساعدت اي حد منكم ان هو يفهم حاجة ما كانش فاهمها، او حطت رجله على اول الطريق الصح اللي ما كانش عارف يوصل له لوحده. واشوفكم في الحلقة الجاية من كلام إلهام، واستنوني.